طيب عشان نعرف مدى الوساخة والقذارة اللي إحنا للأسف وصلنا لها أو بعض الناس عمومًا وصلوا لها يعني إلا من رحم ربي علشان بس ما نظلمش كل الناس معانا، في بوست اليومين دول قالب السوشيال ميديا عمومًا في مصر سواء كان على الفيسبوك أو الإنستجرام، بتتكلم فيه عن واحد بلوجر تمام، إحنا للأسف هنضطر نقول اسمه لأنه اللي هو عمله للأسف أو الموقف اللي هو عمله لازم فيه هنضطر نقول اسمه لأنه هو ما سترش تمام، فبالتالي إحنا بالنسبة لنا اللي هو عمله لازم للأسف هنتكلم فيه وهنقول اسمه كمان. في واحد بلوجر المفروض ان هو اسمه محمد العربي عنده صفحه على الفيسبوك فيها كميه متابعين مش قليله يعني مش كتير قوي بس مش قليله وعنده متابعين كويسين والحمد لله البوستات بتاعته بتسمع وكل حاجه. المفروض انه محمد العربي ده عنده زي موتوسيكل او مكنه او ايا كانت المسمى بيمشي بيها وبيثبت فيها طبعا موبايل بكاميرا او مثلا كاميرا ديجيتال بيصور بيها اليوميات بتاعته ايا كان بقى المحتوى اللي هو بيعمله مفيد او مش مفيد ده مش موضوعنا ولكن المدعو محمد العربي ده كان سايق الموتوسيكل بتاعه في يوم ومثبت الكاميرا بتاعته او الموبايل بتاعته في الموتوسيكل كالعاده وبيصور بيه وهو بيتمشى كده في الشوارع بشكل يومي و يعني كان معدي بالصدفه كده على فرن مخبوزات وحلويات وكده لمح طفل تقريبا 10 سنين. الطفل ده يعني زي ما تقول هدومه مقطعه كده والمفروض ان هو تقريبا طفل شوارع وما اعرفش ظروفه ايه وبتاع بس هو شكله كده يعني هدومه مقطعه وظروفه منيله ب 60 نيله وحالته بالبالة كده زي ما بيقولوا ومعدوم العافيه وجعان ومش لاقي اللقطه زي ما بيقولوا يعني وبصوا يعني زي ما بيقولوا كده الدهر اكل عليه وشرب. المدعو محمد العربي شاف الطفل وهو واقف على المخبز استغل طبعا انشغال صاحب المكان او الناس اللي واقفين في المكان والزباين والكلام ده وسرق بتيهايه حطها في جيبه او في التيشيرت اللي كان لابسه و ومشي بيه ولما الولد ده خد باله الولد محمد العربي ده على الموتوسيكل شافه الطفل يا عيني من خوفه ومن رعبه طلع جري جري يعني خد ديله في اسنانه كده بالبلدي زي ما احنا بنقول كده في مصر وطلع جري وطبعا التاني وراه بالموتوسيكل فالولد طبعا يخش من هنا ويطلع من هنا والتاني وراه بالموتوسيكل على طول فالتاني يا عيني زي ما تقولوا تعب ونفسه اتقطع والتاني مش خسران حاجه او مش متضايق حاجه هو كده كده راكب الموتوسيكل والولد يا عيني نفسه اتقطع وبقى خلاص تعب ومش قادر يجري فاضطر في الاخر ان هو يستسلم ويقف. فالراجل ده قرب منه انت ايه اللي خلاك تعمل كده وطلع وقال له انا شفتك انت ما تخبيش انت ما تكذبش والولد طبعا يعني من خوفه انا ما عملتش حاجه انا ما الكلام ده فقال له على فكره ما تكذبش انا شفتك وانت بتسرق الحاجه فطلع اللي انت سرقته الولد طبعا في الاخر يا عيني من خوفه ومن رعبه اضطر ان هو يحط ايده في هدومه وطلع البتيهايه في الاخر والتاني طبعا يعني بدل ما يعمل معاه موقف انساني وموقف كويس ويرجع بيه او بمعنى اصح يسيب له الحاجه اللي هو مثلا كذا ويرجع لصاحب المخبز لو سمحت انا حصل معايا مثلا واحد اتنين تلاته وبعدين في واحده وقعت مني فانا هحاسبك عليها وخلاص والامور تمشي ده لو عايز الامور فعلا تمشي زي ما هي والحمد لله لكن طبعا لا الباشا ده ما عملش الكلام ده فهو طبعا يعني ما سترش سبحان الله يعني المفروض انك انت لو عايز عموما تعمل خير وده هيبان فيما بعد انت لو عايز تعمل خير المفروض انك انت خلاص الولد هتسيبه ياكل ده اذا كمان المفروض انك انت تجيب له مثلا عصير او تجيب له حاجه ساقعه وتجيب له ازازه ميه يخليها مع البتيهايه معاه والمفروض انك انت تجيب له عليها علشان الولد يا عيني جعان واضطر ان هو يعمل كده علشان مش لاقي ياكل تمام فخد الولد رجع بيه للمخبز او لصاحب المخبز عموما فقال له على الموضوع قال له حصل واحد اتنين تلاته والولد ده سارق منك البتيهايه دي فانت تقول ايه في الموضوع ده؟ قال له والله انا مش مستني كلامك انت انا الولد لو كان جه قال لي يا عم وانا حصل واحد اتنين تلاته معايا وانا جعان وما معيش فلوس الحاجه انا كنت هديله وخد كمان يا عيني انا اللي هو خدها دي انا مسامح فيها وخد كمان واحده عليها ايه اديها له تمام القصد من الموضوع ان انت لو عايز تعمل حاجه زي كده والمفروض انك انت مثلا بتصور يوميات او بتصور اللي بيحصل في الشارع عشان الناس اللي موجودين عندك والمتابعين يشوفوك فالمفروض انك انت عايز تعمل خير مع الولد دوت اللي انت جيت في الاخر خالص وقلت ماشي انا هدفع له ثمن البتايه رحت لصاحب المخبز وقلت له واحد اتنين تلاته حصل كذا والولد ده سرق مش اخدها حتى مثلا او حاجه او مثلا كان عايز كذا وحصل لا ده سرق انتم متخيلين الموضوع ولازم يعرف الفرق بين الحلال والحرام ولازم يعرف ان اللي عمله ده حرام او الكلام يعني اسف في الكلمه حضرتك هو اللي وصله لكده يعني انا اسف في الكلمه اللي وصله للحاله اللي هو فيه ده مش حرام في حد ذاته يعني ده في حد ذاته مش حرام عموما انت جاي تتكلم مثلا في حلال وحرام طب انت جاي تتكلم في حلال وحرام اقعد مع الولد وبينك وبينه كده قول له حصل واحد اتنين تلاته واللي انت عملته دوت ما ينفعش واللي انت عملته ده حرام والمفروض انك انت قبل ما تعمل حاجه زي كده في ناس كتير اصحاب اماكن او محلات او سوبر ماركت او مخابز او الكلام ده كويسين وبيعملوا خير كتير فانت استاذنه قول له يا عم والله انا ظروفي واحد اتنين تلاته قبل خير وبركه ما قبلش اروح لحد تاني لكن ما تديش لنفسك الحق انك انت تعمل حاجه زي كده وحاجه مش كويسه والمفروض ان دي حاجه حرام
حرام وهتتعود على كده، ولما تكبر هيبقى الموضوع بالنسبه لك مش كويس. تمام. فيا اما تقول له النصيحه واحده واحده كده وبالراحه، علشان خاطر فعلا ما يعملش كده تاني، ويحاول فعلا يفكر انه اللي بيعمله ده حرام، ويحاول لو حصل حاجه زي كده مثلا بعد كده يعملها بطريقه كويسه وبطريقه مشروعه. يا اما ما تفضحوش، انت ربنا ستر وانت تفضحه يا اخي، حرام عليك. فيا ريت اللي حصل دوت يبقى درس لكل واحد فينا، علشان خاطر لو شاف حاجه زي كده او صادف حاجه زي كده يا ريت يستر على الناس اللي عامله حاجه زي كده، ويحاول يعرف منهم ظروفهم، ولو يقدر يساعد يعني من بره بره كده زي ما بنقول يبقى خير وبركه. يعني ده اقل ما يمكن ان يقال او يتعمل. واسف على الاطاله، صلوا على النبي.